السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطير الفلاحي بطريقة فرد سهلة وبسيطة جدا. هنعمل الفطير على اصوله وبمعلقتين سمنة بس، هيطلع معاكي احلى فطير. طري وكمان خفيف ومورق حاجة كده ما شاء الله، مش ناشف ولا معضم ولا كمان مكتوم معاكي. اقولك التسوية المظبوطة في فرن البوتاجاز او في الفرن الغاز العادي علشان يطلع معاكي ممتاز بالطريقة والجمال والحلاوة دي. هنفرد كمية كبيرة قوي من الفطير في دقايق معدودة بطريقة الفرد السهلة والبسيطة دي. لو انت اول مره تشوفيني وتتابعيني، لايك للفيديو بتاع النهارده وكمان اشتراك في القناه. وتعالوا كده بينا نسمي الله ونبدا الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه كده معايا نص كيلو من الدقيق، لو بالميزان هيبقى 500 جرام، لو بمج الشاي العادي هيبقى 4 كوبايات بمج الشاي العادي. هننزل عليهم بربع معلقه من الملح، باختياري بالنسبه ليكي. لو انت حابه تضيفي سكر ممكن تضيفي معلقه. الدقيق بتاعنا منخول مسبقا مره واتنين وتلاته علشان يديلنا نتيجه افضل للفطير، وعشان الفطير بتاعنا يكون خفيف ومورق ومش تقيل ولا مكتوم معانا. هبدأ كده أقلب الملح في الدقيق، وهنزل كمان ب200 جرام من المية، يعني كوباية. أنا معايا 300 جرام، كوباية ونص من المية. هبدأ إن أنا أنزل ب200 جرام، يعني كوباية في الأول كده، وال100 جرام التانية هبدأ أستخدمها أثناء العجين. لأن مش كل أنواع الدقيق زي بعضها، في دقيق بياخد يعني كمية سوائل أكتر، وفي دقيق ما بياخدش سوائل أكتر. فدايما انزلي بالمية تدريجيا علشان انتي مش عارفة الدقيق اللي أنا مستخدماه ايه أو الدقيق اللي انت مستخدماه ايه. الدقيق اللي أنا مستخدماه ممكن يشرب سوائل، والدقيق اللي انت مستخدماه ممكن ما يشربش سوائل معاكي. تمام كده. تعالوا كده نتكلم عن الفطير باستفاضة، وعلشان في ناس كتير قوي بيطلع معاه الفطير مش مظبوط، وكمان بيطلع تقيل، بيطلع ناشف، بيطلع معضم، بيطلع مكتوم، بيطلع حاجات كتير قوي في الفطير. اولا علشان الفطير يطلع معاكي ممتاز، لازم تكوني مختاره نوعيه دقيق كويسه جدا، يكون له عرق، ما يكونش بيسيح معاكي، يكون الجوده بتاعته او الاستخراج بتاعه كويس قوي. يعني مثلا 72%، او لو انت هتستخدمي مثلا الغله او اللي موجود في البيت، يكون العرق بتاعه قوي. تمام كده، تديله مرحله عجين كويسه قوي. انا في المرحله دي خد معايا ربع ساعه من العجين، كل 5 دقايق بقيت اريح دقيقه علشان العجينه تكون مخدومه معايا ومرتاحه بالشكل الحلو ده والطريقه دي. وكمان العجينه سلسه وطريه معايا، خدت مني 300 جرام ميه كاملين، وطلعت معايا طريه وناعمه في نفس الوقت. هتقولي لي ازاي اعرف ان الدقيق بتاعي مكون عرق؟ اقول لك كل ما تشدي العجينه تمط معاكي وتطلع معاكي لفوق. لو العجينه بتاعتك بتقطع واخده كميه سوائل قليله، يبقى الدقيق بتاعك ملوش عرق وبيسيح، واستبعديه تماما وما عدتيش تشتغلي فيه في اي حاجه. تمام كده. اهم حاجه مرحله الدقيق، وثانيا مرحله العجين تخدميه كويس قوي 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 في العجين. تمام كده. الفطير بتاعنا ما فيهوش خميره، يعني مش محتاج ان انت تسيبيه يتخمر، لا، محتاج ان انت بس تسيبيه يرتاح من مكان ايدك 10 دقائق وتبداي تشتغلي ما بين كل مرحله والتانيه. تمام كده. انا سبته بس يرتاح من ايديا 10 دقائق. انا زي ما قلت لك عجنته ربع ساعه، بين كل 5 دقائق بقيت اريح اغسل ايدي واريح دقيقه علشان العجينه تديلي افضل قوام وافضل نتيجه. بعد كده هبدأ ان انا اقطعه الكرات او اشكله الكرات. حجم الكورة اللي انا عملتها على الميزان 80 جرام. لو ما عندكيش ميزان او مش هتستخدمي ميزان، يبقى قد البيضة مرة ونص. تمام كده. حابة بقى تصغري عن كده تمام، حابة تكبري عن كده دي حاجة ترجع لك. حابة مثلا النص كيلو يطلع لك 3 فطرات، تمام، مفيش مشكلة. كل ده اختياري بالنسبة ليكي، انا بديلك بس الافكار اللي انا مشيت عليها تمام، او اللي انا اشتغلت بيها. عملت نص كيلو، طلع لي 10 كرات، هعمل بيهم فطيرتين. كل فطيرة هتاخد مني 5 كرات. تمام. هبدأ ان انا اشكل العجين بالشكل ده او اكوره بالشكل ده، علشان بس اما اجي افرد العجينة تكون ملساء معايا، ويكون سطحها متساوي، ما تكونش معمولة معايا او متعرجة او فيها شكل مزجزج او اي حاجة. هبدأ ان انا اجيب الصينية بتاعتي مدهونة مادة دهنية او سمنة، وبمعنى اصح اللي انا مستخدماه سمنة، بس سمنة بلدي على قشطه كانت عندي وكنت مسيحاها. تمام كده. حابه بقى ان انت تعملي سمنه بلدي على زيت، سمنه بلدي على زبده، زبده على زيت، اللي يريحك اعمليه. بس الافضل للفطير السمنه البلدي، وهتديلك نتيجه حلوه قوي. الزيت هينشف معاك الفطير شويه، والزيت والزبده هينشفوا معاك الفطير شويه، وهيكون مقرمش معاكي جدا. انما السمنه هيكون طري معاكي وهيديكي افضل نتيجه، وهيكون خفيف لان انا هستعمل كميه سمنه قليله. انا مش هستخدم الكميه دي كلها. دهنت الكرات بتاعي كلها سمنه من تحت ومن فوق، وهبدا ان انا اغطيها بكيس تلاجة واركنها لمده ربع ساعه ترتاح جدا، علشان اثناء ما اجي افردها زي ما انتم شايفين كده
تتفرد معايا بكل سهولة وتدي لي أفضل نتيجة. العجينة علشان مخدومة كويس، وكمان عجناها كويس جدا، وكمان نوعية الدقيق بتاعتي كويسة، زي ما انتوا شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة ومش بتتقطع خالص نهائي. أهم حاجة ريحي. أول حاجة نختار نوعية دقيق كويسة، ثانيا نعجنه كويس قوي، ثالثا نسيب يعني العجينة ترتاح بين كل مرحلة ومرحلة عشان تديلي أفضل نتيجة. زي ما انتوا شايفين أنا بشيل العجينة شمال ويمين، أو الكورة شمال ويمين، مش بتتقطع معايا، وبشد وبفرد وبعمل كل حاجة زي ما انتوا شايفين بتديلي أفضل نتيجة، وما شاء الله تحفة معايا. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، بالطريقة دي هتفردي أكتر من 10 فطيرات في وقت قياسي جدا. أنا بفرد بطراطيف صوابعي كده وأنا ماسحة السطح بتاعي مادة دهنية، ومش ماسحة الوش مادة دهنية. السمنة اللي أنا مستخدماها الكمية 150 جرام، يعني كوباية إلا ربع، وأنا مش هستخدم الكمية دي كلها، أنا هستخدم حوالي 3 أو 4 معالق بالكتير، هم دول اللي أنا استخدمتهم للكمية دي كلها. الفقاعات اللي انتوا شايفينها دي تدل على إن العجينة خفيفة، وكمان رقيقة وبتتفرد معايا بكل سهولة. هبدأ ان انا اتنيها على بعضها بقى، لمي الاطراف ودخليها لجوه، ولو مش حابة او مش عارفة تعمليها اعمليها اي شكل، احنا مش عايزين اي حاجة غير في الاخيرة بس هي اللي تبقى مظبوطة معايا. هبدأ ان انا افرد معاكي الكرة التانية وبتتفرد معايا بكل سهولة زي ما قلتلك. ثانيا اهم حاجة ان انتي تغطي وش الكرات في الاول بالسمنة علشان ما تنشفش معاكي، وعلشان ما تكونش طبقة مش مستحبة، وكمان علشان ما تلزقش معاكي، لان لو ما دهنتهاش سمنة هتلزق كل كورة في التانية بسهولة جدا، لان زي ما قلتلك العجينة بتاعتنا طرية، وكمان مرنة شوية، فممكن تلزق في التانية، وكمان هتكون قشرة على الوش. وغطيها بكيس تلاجة علشان خاطر ما تكونش طبقات بسهولة، او السمنة بتاعتها تنشف او تحجر معاكي. تمام كده، فردت الكرة التانية، وهبدأ اجيب الاولانية اللي انا فردتها وهحطها في النص، وابدأ ان انا الف التانية عليها او اتني الاطراف عليها. همسح الاول بمسحة زيت، وابدا اجيب الكوره اللي انا شكلتها الاول واضيفها في النص، وابدا الم الاطراف زي ما انتوا شايفين عليها بالشكل ده. الطريقه سهله وبسيطه جدا وما خدتش مني وقت، وكانت ممتازه جدا جدا جدا، وبتديلك افضل نتيجه للفطير. اهم حاجه لو حسيتي ان الطرف تخين او لسه مكرمش على بعضه او لسه مش مفرود معاكي قوي، افرديه وهيتلم معاكي بكل سهوله. مش لازم قوي ان انتي تظبطي الشكل، اهم حاجه ظبطي الكره الاخرانيه او الشكل الاخير، هو ده اللي هيديكي الشكل الاخير بتاع الفطيرة. ديت الكورة الخامسة اللي انا هفردها معاكم، وكده انا عملت اول فطيرة واصبحت جاهزة معايا. تمام، هكون ركنها على جنب، ومعايا الصينية اللي انا هستخدمها فيها اللي هي صواني البسبوسة او صواني البيتزا الصغيرة، اي حجم بقى انت حباه. هتدهنيها او هتمسحيها مسحة من السمنة، وتبدأي ان انت تحطي فيها الفطيرة، وهتضيفي حاجة بسيطة خالص من السمنة على الوش، وتغطيها بكيس تلاجة لمدة ربع ساعة، وتبدأي ان انت تفرديها. تمام، ودي الطريقة اللي انت ممكن تعملي بيها بالقطاعة بتاعة البيتزا، وهتعمليها هتعملي لها شرط كده، وتبدأي ان انت تلمي كل طرف على التاني وتظبطي الشكل بحيث ان هي تطلع معاكي الكورة مدورة، علشان الفطيرة تكون مظبوطة معاكي اثناء الفرد. دي بعد ما سيبناها ترتاح ربع ساعة، هنزل كده بمعلقة من السمنة على الوش، وهبدأ ان انا افرد بايديا، وهتتفرد معاكي بكل سهولة علشان احنا ريحناها مدة كافية. تمام كده، في الوقت ده او في المرحله دي انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200 من تحت ومن فوق، مشغله الشوايه بتاعتي، منزله الشبكه بتاعتي على اول درجه من مستويات او مستويات الشبكه، وهدخل الصينيه. اولا انا عايزه الفرن بتاعي يكون شغال مسبقا على اعلى درجه حراره علشان يكون سخن معايا لما اكون او اثناء ما انا بدخل الفطير. تمام، انا كده فردتها الفرده اللي انا محتاجاها، عايزه تفردي اكتر من كده تمام، بس هي كده تمام كويسه قوي بالنسبه لي. حابه تدهني الوش بتاعها قشطه مفيش مشكله. هندخلها الفرن زي ما قلنا على اعلى درجه حراره، هنبدا ان احنا نلف الصينيه شمال ويمين لحد ما ناخد التسوية اللي احنا عايزينها. لو الفرن بتاعك مش شغال مسبقا وهتدخلي في الفطير بسرعة جدا، اول ما بتخلصي الفطير مش هيطلع منه، الفطير هيطلع مبلط معاكي، وهيطلع معضم، ومش هيديك النتيجة اللي انت شايفاها دي، ومش هيقب ولا هيديك اللون والجمال والحلاوة دي. تمام، اولا الفرن لازم يكون شغال مسبقا علشان اول ما تدخلي الفطيرة تتشمع وتبدأ ان هي تخش في مرحلة التسوية، وتبدأ ان هي تعلى وتقب.
الطريقة كانت سهلة وبسيطة جدًا، وكل لمّا تفردي الرقات أكتر وأكتر هيدّيكِ نتيجة أفضل في الفطير، وما شاء الله الفطير طري، التسوية بتاعته مضبوطة من تحت ومن فوق، وكان ممتاز وطريقته سهلة وبسيطة جدًا. أتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. لو أول مرة تشوفوني وتتابعوني، اشتراك للقناة، هتضغطي على كلمة اشتراك اللي موجود جنب اسم القناة، وهتفعلي زر الجرس وتحطي لايك للفيديو علشان يشوفوا أكبر عدد ممكن مشاهدة ممتعة للفيديو. دمتم سالمين